صوت الإسعاف في كل مكان والدكاترة بينقلوا المصابين للمستشفى. أنا إيه اللي جابني هنا؟ جسمي كله بيوجعني ومتجبس. أنا مش فاكرة إيه اللي حصل لي وإزاي وصلت لهنا. كل اللي أنا فاكراه إن أنا ويوسف جوزي كنا في العربية ورايحين نزور أهله في البلد. طب هو فين يوسف؟ مش قادرة أنده عليه ولا أتكلم. بعدها الدكتور دخل الأوضة وقال لي: حمد لله على السلامة يا مدام رهف. ما قدرتش أرد عليه ولا أتحرك. كنت عايزة أسأله إيه اللي حصل لي ويوسف راح فين، لكن فاجئني وهو بيكلم المريض اللي جنبي وبيقول له: حمد لله على السلامة يا أستاذ يوسف. يوسف رد عليه وقال له: الله يسلمك يا دكتور، أنا حالتي إيه؟ قولي وما تخبيش عليا. الدكتور قال له: شوية كسور بسيطة، قلناها فترة وهتبقى تمام. يوسف قال له: طب ورهف؟ ساعتها الدكتور سكت وقال له: ادعي لها. قلبي اتقبض. هو ليه الدكتور قال له كده؟ هو أنا عندي إيه؟ وإيه اللي حصل لنا أنا ويوسف؟ أنا مش فاهمة أي حاجة خالص. مفيش في إيديا حاجة أعملها. أنا أصلا مش حاسة بجسمي. أنا رهف. حكايتي بدأت لما دخلت كلية التجارة، وهناك اتعرفت على يوسف وبدأ بينا إعجاب متبادل لحد ما وصلنا لآخر سنة في الكلية. ساعتها يوسف جه قال لي: أنسة رهف، أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع بعيد عن الجامعة. قلت له: ما ينفعش. قال لي: طب ممكن نقعد في مكان قريب نتكلم، أنا مش هطول. قلت له: لو أمكن يبقى في كافتيريا الجامعة. ولما قعدنا قال لي: رهف، بصراحة أنا معجب بيكي وعايزة أتقدم لك. اتكسفت قوي لأن أنا كمان كنت معجبة بيه. قال لي: لو انتي ما عندكيش مانع أنا هكلم أهلي في البلد ونيجي نتقدم لك بعد ما نخلص. أنا أهلي في البلد، وبعد ما أخلص نتجوز ونسافر، لأن أنا لما أخلص هشتغل هناك. ساعتها اتوترت لأني بصراحة معجبة بيوسف وعايزة أتجوزه، لكن مش عايزة أبعد عن أهلي ومش عايزة أعيش في بلد تانية، وعارفة إن أهلي مش هيوافقوا. فقلت له: بصراحة أهلي مش هيوافقوا إن أسافر معاك البلد وأعيش هناك. قال لي: ما تخافيش أنا هقنعهم. وخدنا الأجازة واتقطع الكلام بيني وبين يوسف، وعدى وقت حوالي أسبوعين. بعدها اتصل بيا وقال لي: أنا خلاص جاهز إني أتقدم لك. وفعلا كلمنا بابا وهو جه ومعاه أهله وتقدم لي، لكن بابا ما وافقش عشان هو في بلد تانية. ساعتها يوسف قال له: أنا مش هقدر أسيب البلد هناك لأن ده مكان شغلي وأهلي كلهم هناك. بابا قال له: طب ما أنا كمان مش عايز بنتي تبعد عني وعن أهلها هنا. أنا ما أقدرش أخلي بنتي تتجوز بعيد قوي كده. ويوسف كان عامل حسابه إن بابا هيرفضه بسبب الموضوع ده، فقال له حل وسط. قال له: خلاص أنا عندي حل، أنا هجيب لها شقة هنا، وبدل ما أشتغل هناك الأسبوع كله هشتغل هناك 4 أيام وأجي أقعد معاها ال3 أيام الباقيين من الأسبوع هنا. ساعتها بابا حس إنه متمسك بيا، فقال له: ده حل مناسب، ماشي. وقروا الفاتحة واتخطبت أنا ويوسف، وكنت سعيدة جدا معاه لأنه فعلا بيحبني بجد. يوسف أهله كانوا ناس طيبين وكانوا دايما بيكلموني وبيجوا يزورونا في فترة الخطوبة، بس أنا عمري ما سافرت لهم هناك طبعا لأن بابا ما كانش بيحب السفر. وقبل ما نتجوز بفترة قليلة قلت ليوسف: يوسف، أنا شايفة إننا نأجل موضوع الخلفة شوية عشان ما نبقاش اتجوزنا وعلى طول خلفنا كده. المسؤولية هتكون كبيرة قوي، مسؤولية الجواز ومسؤولية الخلفة.
مرة واحدة كده هتكون مسؤولية كبيرة. ممكن نقعد سنة وبعدين نشوف موضوع الخلفة. قال لي أنا كمان رأيي كده، لأن أنا لسه بكون نفسي ولسه عايز أثبت نفسي في شغلي. وفعلا اتجوزنا وأجلنا الخلفة بعد الجواز، وفضلنا عايشين حياتنا، نخرج ونتفسح. ما كناش مرفهين قوي، بس كنا مرتاحين. وعدى 6 شهور جواز، وكان يوسف بيجي يقعد 3 أيام عندي، وال4 أيام بيبقى في البلد عشان شغله. في الفترة دي قال لي أنا عايز أثبت نفسي في شغلي وأكبر شغلي وأنقل هنا عشان نعيش مع بعض وما اضطرش للسفر. وكنت موافقة في الرأي جدا، خصوصا إني كنت متضايقة قوي لما بروح أقعد عند أهلي كذا يوم ورا بعض، لأنه لما كان بيسافر كنت بخاف أقعد لوحدي فبروح أقعد عند أهلي. وعدت الأيام ويوسف كبر في شغله وفعلا نقل هنا، وبقينا كل فترة والتانية نروح لأهله زيارة في البلد. وبمرة يوسف راح زيارة لأهله وكان قاعد مع مامته، فقالت له من ساعة ما انت بطلت تيجي يا يوسف وانا متضايقة قوي، ما تجيب مراتك وتيجوا تعيشوا معانا هنا. يوسف قال لها ما اقدرش يا امي، هناك الشغل بقى احسن وانا دلوقتي حالي بقى افضل. ايه رأيك لو انت تيجي تعيشي معانا انا ورهف؟ مامته بصت له وهي حزينة قوي انه بقى بيجي كل فترة بعد ما كان بيجي 4 أيام في الأسبوع، وقالت له لا خلاص، هستناك الزيارة الجاية تيجي انت ورهف، بس ما تغيبش عني كتير يا ابني. حس يوسف ساعتها إنه مقصر مع أمه، وكان متضايق قوي لأن هي ملهاش غيره هو وأخته. ولما رجع البيت قال لي أنا متضايق قوي عشان أمي زعلانة إني بطلت أجي كل أسبوع، أنا حاسس بيها. قلت له طب وإيه الحل؟ لو عايزها تيجي تعيش معانا أنا ما عنديش أي مشكلة. قال لي مش هترضى، غير كده البيت هنا صعب يكفينا أنا وإنتي وأمي وأختي، هنبقى كتير. إيه رأيك لو نروح لها كل أسبوع؟ قلت له طب وشغلك هنعمل فيه إيه؟ فضل يفكر وبعدها قال لي خلاص أنا هشوف كده، يمكن أعرف أجمع أجازات الشغل ونروح لها مرة واحدة ونقضي عندها وقت. إيه رأيك؟ قلت له مفيش مشكلة. وللأسف يوسف معرفش يظبط الشغل، ولا المدير وافق إنه يجمع أجازاته مرة واحدة عشان نعرف نروح نقعد عند مامته كام يوم. ساعتها اضطرينا إننا كل أسبوع نسافر لمامته، نقضي معاها يوم ونرجع تاني. وكان الموضوع ده فيه مشقة علينا، بس اضطرينا لكده لأن ده الحل الوحيد. وفي يوم كنا قاعدين في البيت، فاتصلت أخته الساعة 1 بالليل وقالت له الحق يا يوسف، ماما تعبانة قوي وأنا مش عارفة أتصرف. طبعا يوسف اتخض وقلق جدا وقال لي قومي بسرعة جهزي عشان هنسافر، أمي تعبانة قوي ولازم أروح هناك أشوف إيه اللي بيحصل. وما أعرفش ليه كان قلبي مقبوض قوي وما كنتش عايزة أسافر، وفي نفس الوقت خايفة إن أسيبه لوحده. جهزنا بسرعة ونزلنا وركبنا العربية عشان نسافر، وطلعنا على الطريق وكان يوسف متوتر جدا وقلقان. يوسف هدي السرعة شوية، يوسف هدي السرعة أنا خايفة. يوسف ما كانش بيرد عليا أبدا وكأنه مش سامعني. فضلت أقول له يهدي السرعة يهدي السرعة، مفيش فايدة. لحد ما عدت عربية قدامنا خبطنا فيها، ودي آخر حاجة كنت فاكراها. من بعدها فقدت الوعي تماما ومعرفش إيه اللي حصل لي، لحد ما صحيت ولقيت نفسي في المستشفى، وزي ما انتوا شفتوا في الأول. وطبعا المستشفى بلغت أهالينا وجم عشان يشوفوا حصل لنا إيه. وعدى حوالي 4 أيام وأنا متجبسة ومش حاسة بجسمي وما بتحركش، وكل اللي أنا شايفاه يوسف وهو قاعد جنبي حزين على اللي حصل لي،
بعد ما ابتدى يفوق كان حاسس بالذنب جدًا، لإن هو كان ماشي بسرعة، وسمع صوت أهلي عمّالين يعيطوا، وصوت مامته وهي بتعيط وبتقول له: "حقك عليّا يا ابني، أنا السبب في اللي حصل لكم، أنا اللي كنت تعبانة وأختك اتصلت بيك وأنتم حاولتوا تيجوا لي وعملتوا الحادثة." وكانت بتعيط بانهيار. بعدها الدكتور جه ويوسف سأله: "رهف حالتها إيه يا دكتور؟ هتتحسن إمتى؟" الدكتور قال له: "مش هاخبي عليك، هي للأسف جالها شلل نتيجة الحادثة، ربنا يصبركم ويكون في عونكم، للأسف حالة رهف هتفضل كده." واتصدمنا كلنا. يعني إيه؟ يعني أنا خلاص اتشليت؟ مش هتحرك تاني؟ مش قادرة أصدق. قعدت أعيط وكلام الدكتور عمال يتكرر في وداني، وسامعاهم برّه عمّالين يعيطوا ويصوّتوا عليّا. في اللحظة دي كنت باتمنى إني أموت، يا ريتني كنت مُتّ في الحادثة ولا إني أتعب كل اللي حواليّا معايا وأفضل عايشة عبء عليهم. فضلت في حالة صدمة وبكاء هستيري لفترة طويلة، وكان يوسف دايمًا بيحاول ياخد بإيدي وبيحاول يصبّرني، وكان جنبي في كل الأوقات، لحد ما جه اليوم اللي هاخرج فيه من المستشفى. ساعتها يوسف قال لي: "ما تشيليش هَم أي حاجة، أنا هافضل جنبِك وهاعمل لِك كل اللي أقدر عليه." رجعنا البيت وكانت أمي معايا طول الوقت، وكانت بتخدمني أنا وجوزي لفترة. بعدها جات حماتي وبعدها جات أخت جوزي، قعدوا معانا فترة يخدمونا، وكان الوضع صعب جدًا لإني مش باتحرك، مش حاسة بجسمي. وبعد وقت الكل بقى بيستتقل، الكل بقى بيتضايق إنه ييجي يعمل أي حاجة عندي في البيت. حتى أمي ما بقِتش قادرة إنها تخدمني وتشوف خدمة إخواتي والبيت في نفس الوقت، لحد ما البيت بقى مكركب وكل حاجة مش نضيفة، ويوسف بقى يرجع من الشغل يعمل كل حاجة لنفسه، بيعمل الأكل ويغسل المواعين ويغسل هدومه ويكويها ويشوف كل حاجة البيت محتاجها ويعملها. المشكلة إنها ما كانتش مجرد فترة وهتعدي، ده أنا هاعيش بقية حياتي على كده. حسيت إن أنا بقيت عبء على الجميع، وطلبت من يوسف إنه يطلّقني، لكن هو ما رضيش، لإن هو فعلًا كان بيحبني بجد. فكّرنا نجيب خدّامة، لكن قُلنا إن هيبقى في وجودها خطر عليّا، لإنها ممكن تسرقني وممكن تستغلّني وأنا ما أعرفش أعمل حاجة خالص، فبصراحة كنت خايفة من وجودها. واستمر الوضع زي ما هو، يوسف بيرجع من الشغل يعمل كل حاجة، وحياته معايا كانت عبارة عن مشقة وتعب. واستمر الوضع على كده شهور، لحد ما قُلت له يشوف حل من الاتنين، يا يطلّقني وارجع بيت أهلي، يا إما يتجوّز واحدة وتيجي تعيش معانا هنا وهي اللي تقوم بشغل البيت. مش هينفع يا يوسف، مش هينفع اللي إحنا فيه ده، العيشة كده صعبة أوي، أنت ذنبك إيه تستحمل معايا كل اللي أنا فيه ده؟ يا ستّي هو أنا اشتكيت لِك؟ أنا مش متضايق. لأ يا يوسف، أنا مش عايزة أظلمك معايا، أنت ذنبك إيه؟ زي ما قُلت لك، يا تطلّقني يا تتجوّز عليّا. ومن كتر ضغطي عليه اضطر يوسف إنه يتجوّز، وابتدينا ندوّر على واحدة تكون كده بنت حلال وتقدّر الظروف اللي إحنا فيها، لحد ما اختار يوسف واحدة جارتنا كانت متجوّزة قبل كده واتطلّقت وما عندهاش أولاد، ففكّر يتقدّم لها يمكن ترضى بظروفنا، خاصةً إن هي على قد حالها أوي. وجه يوسف وقال لي: "أنا قررت أتقدّم لمنار جارتنا، هي سِت على قد حالها ويمكن تقدّر ظروفنا وتقبل بالوضع اللي إحنا فيه."
ورغم إن الغيرة كانت بتاكل في قلبي بس وافقت وقُلت ده نصيب في الأول وفي الآخر، وإحنا فعلًا وضعنا صعب. وساعتها يوسف لمّا شاف منار قال لها: "أستاذة منار، أنا كنت عايزة أتقدّم لِك، ده لو ما عندكيش مانع يعني." قالت له: "بس أنت متجوّز يا أستاذ يوسف." قال لها: "ما هو إحنا يعني أنا ومراتي بنمُر بظروف كده، ولو أنتِ موافقة مبدئيًا أنا هاجي لِك ونتكلّم في كل حاجة." قالت له: "تمام، كلّم أهلي ونشوف." بعدها يوسف جه قال لي كل الحوار اللي دار بينه وبين منار، وقررنا إننا نكلم أهلها ونجهز ونروح نطلب إيديها. وفعلا اتصل بباباها وكلمه وحدد معاه ميعاد عشان نقعد معاهم ونتفاهم في التفاصيل. وفعلا رحنا لهم في اليوم اللي اتفقنا عليه وبدأنا نتكلم في التفاصيل، وكانت الصدمة. ولما رحنا نطلب إيد منار ونتكلم في التفاصيل اتصدمنا لما لقينا أمها بتقول: بما إنك يا أستاذ يوسف جاي تطلب إيد بنتي عشان تكون خدامة ليك أنت والمدام رهف، يبقى إحنا من حقنا نحدد المهر والشبكة والطلبات اللي هتأمن مستقبل بنتنا. يوسف سكت شوية وبعدها قال: لأ، أنا ما قلتش إنها هتكون خدامة ليا أنا ورهف، هي هتكون مراتي وليها حقوق زيها زي رهف بالظبط، لكن نظرا لظروف رهف الصحية هي اللي هتقوم بكل شغل البيت كزوجة، وهتشوف الاحتياجات اللي محتاجها البيت وكل متطلباته، وفي المقابل أنا هوفر لها الأمان والاستقرار والحياة الأسرية اللي هي أكيد محتاجاها. رد أخوها وقال: أيوة يا أستاذ يوسف، معلش بس اعذرني في اللي هقوله. طب ما أنا أختي ممكن تتجوز واحد تاني وتعيش حياة أسرية وتعيش مستقرة في بيت لوحدها، إيه اللي يخليها إنها تقبل بالحياة دي وإنها تيجي على أساس إنها تخدمكم وتبقى موجودة معاكم كزوجة تانية؟ رد يوسف وقال: عموما فكروا في الموضوع ولو موافقين أنا هوفر لها كل احتياجاتها، بس طبعا في حدود مقدرتي، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. قلبي ما كانش مرتاح أبدا للناس دي، مش عشان هو هيتجوز عليا واحدة تانية ولا عشان أنا غيرانة، بس فعلا هم ناس مش مريحين. أنا مرتحتش خالص، وطول القعدة منار كانت بتبصلي من تحت لتحت بصات كلها حقد وغضب. ولما رجعنا البيت قلت له: يوسف، بلاش تتسرع، ممكن تاخد وقت، فكر. قال لي: ما انت عارفة إن إحنا محتاجين واحدة تقبل بظروفنا. ومنار لما رحت كلمتها ما اعترضتش، فصعب جدا إن ألاقي واحدة تقبل بالوضع اللي إحنا فيه ده. كمان أهلها مش معترضين، هما بس عايزين يأمنوا مستقبلها وخايفين عليها، وده حقهم. للأسف يوسف كان عايز يكمل الجوازة، وفعلا أهل منار وافقوا، وأخوها كلم يوسف واتفقوا على ميعاد عشان يشتروا فيه الشبكة. ويومها يوسف نزل هو ومنار وعيلتها، وأنا فضلت قاعدة في البيت مقهورة على حالي وعلى اللي حصل لي. فضلت طول الوقت عمالة أعيط. صعبت عليا نفسي قوي إني أجوز جوزي اللي بحبه لواحدة تانية، وإن أنا في الحالة دي ومش بتحسن ومليش علاج. فضلت أبكي وأدعي ربنا. وفعلا يوسف قدر بالعافية يكفي طلبات العروسة الجديدة واتخطب هو ومنار. وفي فترة الخطوبة حاولت أحسن علاقتي بمنار، فكنت دايما بتصل بيها واطمن عليها: ازيك يا منار، عاملة ايه؟ ازيك يا رهف، ايه أخبارك؟ منار، أنا عايزاكي تعتبري إن أنا أختك الكبيرة، إحنا هنعيش مع بعض، عايزين نكون زي الإخوات، وأنا صدقيني عمري ما هزعجك أبدا ولا عمري هضايقك. ردت منار وقالت لي: "هم، ما طبعا عمرك ما هتضايقيني." قلت لها: تقصدي إيه؟
قالت لي: "ما أقصدش حاجة يا رهف، أنتِ عاملة إيه؟ لسه تعبانة؟" اتضايقت جدًا من طريقة كلامها وسؤالها، لإنها عارفة إني تعبانة وصعب أتعالج، بس قُلت يمكن ما تقصدش، وكبّرت دماغي وما قُلتش ليوسف عشان ما أبوّظش عليه فرحته. بعدها بفترة مش كبيرة اتجوّز يوسف هو ومنار، وقبل ما يتجوّزوا بيومين يوسف قعد مع منار وقال لها: "باقول لِك إيه يا منار، أنا عارف إنِّك طيبة وقلبِك كبير، وإنِّك عشان كده وافقتِ تتجوّزيني رغم كل الظروف اللي بامُر بيها أنا ورهف. أنا كل اللي عايزه منِّك إنِّك تراعي ربنا في حالة رهف، وإنِّك تعتبريها أختِك، هي حالتها ما تسمحش إنها تعمل أي حاجة." منار قالت في سرها: "بتوصّيني عليها من أول ما خطبتني، كمان قبل الفرح جاي توصّيني عليها؟ طبعًا، ما أنت متجوّزني خدامة ليك ولمراتك، ده أنتم هتشوفوا منّي أيام سودا." وردِّت بسرعة وقالت له: "طبعًا يا يوسف، دي رهف دي أكتر من أختي." ساعتها يوسف اتطمن لها وحس إنه اختار صح، وبعد ما اتجوّزوا جات منار وعاشت معانا في البيت، ومن يومها بدأت أحس إني غريبة في بيتي، طول الوقت حابسة نفسي في الأوضة ومكسوفة أطلع، وسامعاهم عمّالين يضحكوا ويهزروا برّه، وباحس إن منار بتتعمد إنها تعمل كده قدّامي وتسمّعني صوتهم عشان تغيظني. كنت مقهورة أوي على جوزي اللي ضاع منّي، ومش عارفة اللي عملته ده صح والّا غلط. وبعد فترة نزل يوسف الشغل وبقيت أنا ومنار قاعدين في البيت. منار، يا منار، يوه! عايزة إيه؟ كل شوية يا منار، يا منار. نعم، تعالي حبيبتي ساعديني أقعد على الكرسي عشان أقوم من السرير. مش قادرة، ضهري بيوجعني. وبعدين تقومي ليه؟ هو أنتِ أصلًا بتمشي والّا بتتحركي؟ ما تخلّيكِ قاعدة زي ما أنتِ. إيه لازمة إنِّك تقومي؟ خلّيكِ كده. ساعديني أقعد على الكرسي عشان أتحرك في البيت وما تعبكيش معايا. عشان أعرف حتى أجيب لنفسي أكل أو أي حاجة. يا منار، يا منار أنتِ رُحتِ فين؟ وسابتني منار ومشيت وما ردِّتش عليّا، وفضلت في السرير لحد قبل ما ييجي يوسف قوّمتني وقعّدتني في الكرسي عشان ما يعرفش اللي حصل. أنا كنت بابقى عايزة أصحى وأقوم أتحرّك بالكرسي عشان أحس إني لسه عايشة بعد اللي حصل لي وأغيّر جو، حتى دي اتحرمت منها. منار، لو سمحتِ، أنا جعانة، ممكن تجيبي لي أكل؟ وأجيب لِك تاكلي ليه؟ هو أنا خدّامة عندِك؟ اللي عايز حاجة يجيبها بنفسه، والّا صح نسيت أنتِ أصلًا ما بتتحركيش، كل يوم لازم تسمّعني كلمتين على أمّا تجيب لي آكل، وكانت بتجيب لي أكل قليل أوي ما بيشبعنيش، حتى ميعاد الدوا أنا اللي بافتكره بالعافية. أمّا يوسف بقى فين وفين على أمّا يفتكرني ويسأل عليَّ، اتلهى في حياته الجديدة. كان الأول يرجع من الشغل نقعد نتغدى مع بعض إحنا ال3، ودلوقتي منار بقت تقفل عليّا الأوضة وتقول له إني نايمة، وأنا بابقى سامعاهم من جوّه ومقهورة على حالي، وهُم قاعدين برّه يهزروا وياكلوا. وفي يوم بعد ما يوسف نزل الشغل، كالعادة منار قفلت عليّا وطلعت برّه، وكنت سامعاها عمّالة تهزر وتضحك، ده زي ما تكون بتكلم واحد، وصوتها كان عالي. اتصدمت بصراحة وما كنتش عارفة أعمل إيه. وفي مرّة واجهتها وقُلت لها: "هو أنتِ بتكلمي مين؟ مش يوسف نزل؟" قالت لي: "ها؟ ده أنا باكلّم صاحبتي في التليفون." قُلت لها: "صاحبتِك؟" ما صدّقتهاش بصراحة، بس عملت نَفْسي مصدّقة، قُلت لها: "ماشي." واتكرر الموقف ده كتير، لحد ما جيت في مرّة وقُلت ليوسف: "بصراحة كده أنا باسمع منار وهي قاعدة برّه بعد ما أنت بتنزل بتتكلّم وبتقعد تضحك، أنا شاكة إنها بتكلّم واحد." ساعتها يوسف اتعصّب عليّا جدًا وقال لي: "مش للدرجة دي، مش معنى إن أنتِ غيرانة منها إن أنتِ تقولي عليها كده وتتهميها بالباطل، أنا مش مصدّق اللي أنتِ بتقوليه."
معقولة يا رهف، معقولة إنِك تنزلي المستوى ده من تفكيرِك؟ وفضل مقاطعني حوالي أسبوعين، وكان لمّا ييجي يسألني أنتِ عاملة إيه؟ منار بتعمل لك كل حاجة صح؟ أقول له الحمد لله، وما بارضاش أبوّظ له حياته، وأقول له على اللي هي بتعمله، وباخاف كمان إنه ما يصدقنيش، وفضلنا على الوضع ده كتير أوي، لحد ما صحتي بقت أسوأ، ويوسف بقى يهملني أكتر وأكتر، ويهتم بيها، لإن هي طبعًا مراته الجديدة شكلها كويس وصحتها أحسن ومش محتاجة مساعدة من حد، وأنا بقيت قاعدة في أوضتي على طول زي ما أكون سِت كبيرة. ساعتها قررت أقول ليوسف واللي يحصل يحصل، قُلت له: "بصراحة منار ما بتعملّيش حاجة، أنا بافضل في السرير ما بتقوّمنيش لحد أمّا أنت تيجي، وما بتهتمش بميعاد الدوا، غير كده بتحُط لي أكل قليل أوي وبافضل جعانة، أنا حاسة إنّي تعبانة أوي." وقعدت أعيّط. قال لي: "إزاي؟ ده أنا موصّيها عليكِ إنها تخلّي بالها منِّك في غيابي." طيب أنا هاتكلّم معاها وأشوف الموضوع ده إيه. ولمّا راح يوسف يتكلّم مع منار قالت له: "أنا؟ حرام عليك ما تظلمنيش، ده أنت بتيجي تلاقيها قاعدة على الكرسي، وساعات بتطلع برّه تاكل معانا، وساعات هي بتقول لي إنها عايزة تنام، وكل يوم باحُط لها الفطار، هي اللي بتاكل قليل، يعني دي آخرتها بعد كل ده يا يوسف تصدّقها وتيجي تلومني؟" يوسف قال لها: "أنا مش باظلمِك ومش بالومِك، أنا بس كل اللي عايزه منِّك إنِّك تعاملي رهف بما يرضي الله، ما تنسيش إني اتجوّزتِك في الأساس بسبب رهف، ومعلش تعالي على نَفْسِك شوية وعامليها أحسن من كده، هي يمكن حسّاسة شوية لإنّها مريضة." ساعتها منار اتغاظت جدًا إنّي اشتكيت ليوسف وقرّرت تنتقم منّي، مع إنّي ما عملتلهاش أي حاجة، واستنِّت تاني يوم لمّا نزل الشغل ودخلت لي الأوضة وقالت لي: "بقى أنتِ بتشتكيني ليوسف؟" طيب، وفضلت تضرب فيّا، تضرب فيّا، وأنا ما كنتش عارفة أقاوم، ولمّا جه يوسف حكيت له كل اللي حصل، ما كانش مصدّقني، قُلت له: "أنا مش عايزة أقعد هنا تاني، لو أنت مش هتصدّقني أنا أحسن لي أتطلّق وأقعد عند أهلي." وطبعًا منار عملت نَفْسها مظلومة وإنها ما عملتش حاجة وإن أنا باقول كده وخلاص، ويوسف فضل يهدّي فيّا ويقول لي: "ما تزعليش، إن شاء الله المشكلة دي هتتحل." وساعتها يوسف فكّر إنه يحُط كاميرات في الشقة كلّها. وتاني يوم بعد ما يوسف نزل الشغل، منار دخلت عليّا الأوضة وقعدت تضرب فيّا وبرضه ما حطّتليش أكل، وأنا كنت خلاص حاسة إني هاموت، وساعتها اتفاجئنا لمّا لقينا يوسف بيفتح باب الشقة، وأول ما دخل يوسف من الباب مسك موبايل منار وقعد يقلِّب فيه واتصدم من اللي شافه، لقاها بتكلم واحد وبيبعتوا لبعض رسايل وكلام قذر جدًا. ساعتها يوسف مسك منار وقعد يضرب فيها وهو مش شايف قدّامه، وطردها برّه البيت بهدومها، وبعد كده طلّقها وهي اتنازلت عن حقوقها عشان خافت من الفضيحة، لإنه خَد الموبايل، وطبعًا من الخيانة اللي حصلت أثّرت على نفسية يوسف جدًا، وفضل مكتئب فترة، لحد ما جه في يوم وقعد يتكلم معايا وقال لي: "تعرفي يا رهف أنا عمري ما هالاقي واحدة زيِّك أبدًا، يا ريتني كنت سمعت كلامِك من الأول." أنتِ بجد ما فيش منِّك، أنا عمري ما هافكّر أتجوّز تاني. وقرّر يوسف في الآخر إنه يجيب لي خدّامة تشوف طلباتي وتبقى مُقيمة معايا في البيت لحد ما حالتي تتحسّن. واللي نطلع بيه من القصة دي إن مش معنى إن حصل ظرف لأي حد من الطرفين أو تعب إن الطرف التاني يتجوّز عليه، بالعكس لازم يتمسّك بيه ويُقف جنبه مش يقهره ويعرف حد تاني. لازم نكون ولاد أصل. لإن وارد جدًا إن ده يحصل لأي حد، وده مثال بسيط لموضوع اتكرر كتير في حياتنا، وفي حلول كتير غير الجواز ممكن تتعمل، ويا ريت ندعي كلنا لصاحبة القصة بالشفا. ودي كانت قصتنا النهارده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.